أرغفة العيش الخطيرة دي صحية مشبعة، أقدر أكلها لو أنا مريض سكر، أقدر أكلها لو أنا عامل دايت، أقدر أديها لابني أو بنتي بمنتهى الحب والضمير الراضي، يعني في الساندوتش في المدرسة، تعملوها كايزر تعملوها فينو. الدرس المستفاد النهارده من فقرة كنا فاهمين غلط هي ان العيش بيطلع لذيذ جدا جدا واحنا عاملينه بالدقيق الاسمر. الدقيق الاسمر يا جماعة من اصح والذ انواع الدقيق اللي ممكن تستعملوها لو احنا مش بنعاني من اي نوع من انواع الحساسيه. الدقيق الاسمر هو الدقيق المستخدم في العيش البلدي، في الافران البلدي، العيش اللي هو الصغير ده احلى واصح عيش. احنا خدنا بقى الدقيق اللي بيستخدموه عشان لو الولاد مش عايزين ياخدوا عيش بلدي في المدرسه، عملنا لهم بيه كايزر. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، مشبع. فكره الدقيق الاسمر هو ان هو غني بالالياف. الالياف دي بتدخل المعده مع السوائل تعمل بالك، تعمل كتل كبيره. اول حاجه بتساعد على الاخراج، بتنظم صحه الجهاز الهضمي، بتحسسني بالشبع فتره طويله، ما بترفعش مستوى السكر في الدم قوي. فعشان كده بقول لكم مناسبه لمرضى السكر باعتدال، مش ناخد كذا واحد، هو واحد مناسب لو انا بعمل دايت، لانها بتشبعني فتره طويله لاحتوائها على نسبه عاليه جدا من الالياف. الفقره دي بحب فيها قوي ان احنا بنكسر مفاهيم غلط، وفكره مفهوم غلط ان انا لازم اول ما يجيلي سكر او اعمل دايت او هدي ولادي اكل صحي في المدرسه ما يبقاش فيه نشويات. الحقيقه ده مفهوم غلط. النشويات هي مصدر رئيسي وصحي للطاقه للجسم. ممكن يبقى في مصادر اخرى عن طريق اتباع انظمه اخرى، ولكن النظام الطبيعي المتوازن اللي هو بنسميه الدايت الميديترينيان او الشرق اوسطي، اللي هو دايما يطلع كسبان كل الجوائز في المؤتمرات بتاعه الصحه. يقول لك الميديترينيان الدايت بتاعنا اللي هو اكلنا العادي، اللي هو فيه العيش ده وفيه الرز والخضار وفيه طبق السلطه، هو ده الدايت على فكره.